ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده يا حلوين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل البسبوسه، بسبوسه ال10 دقايق. هتعمليها في اقل من ثواني كده، حاجه كده تبارك الرحمن. السكر بتاعها مظبوط جدا، مرمله جدا. انسي انها تفشل منك تاني، هتبقي استاذه فيها بالطريقه دي. بصوا البسبوسه، بصوا بتتكلم عن نفسها، كل حاجه فيها مظبوطه بالشعر. يلا يا حلوين نشوف حضرناها ازاي. اول حاجه كده مبدئيا هحضر السيرب بتاعها. كوبايتين من الميه، عليهم كوبايه ونص من السكر، ونص عصره ليمونه، وظرف من الفانيليا، ومعلقه كبيره اختياري كده من العسل الجلوكوز. حابه تستغني عنها مفيش اي مشكله، بس زي ما قلت لك قبل كده، اللي هي بتدي لمعه حلوه جدا للحلويات. هرفعهم على النار لمده 8 دقايق، وبعد ال8 دقايق هضيف ظرف من الفانيليا وهركنه على جنب. اول ما البسبوسه تخرج هسخنه تاني، يبقى السيرب سخن والبسبوسه سخنه. عشان تاخدي نتيجة للبسبوسة كويسة لازم السيرب يبقى سخن وهي سخنة. هنا بقى جبت نص كيلو من السميد، دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة، من عند أي عطار كده أو مستلزمات حلواني. هضيف عليهم معلقتين كبار من الجوز الهند اللي هو الناعم، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص كوباية من السكر الأبيض العادي، وكوباية إلا ربع من السمنة، وكوباية إلا ربع من اللبن. بس أنا مش هعملها بزبادي. بجد أسهل طريقة بسبوسة ممكن تحضريها، هتنجح معاكي من أول مرة إن شاء الله. وخطوة مهمة جدا، البسبوسة ما بتحبش التقليب كتير، هو بس السوائل كده تختفي وتوقفي ايدك في الضرب. تقلبي كده من تحت لفوق كده. بصي بقى، كل ما تقللي في حجم الصينية كل ما تاخدي الارتفاع للبسبوسة أكبر. استخدمتها كده في الصينية اللي هي الأكبر، في الطقم اللي هو المدور بتاع البسبوسة. فانت حابة تقللي السمك عن كده، صغري في الصينية. أو زي ما انتم شايفين كده وتلاحظوا، أنا مش بقلب، أنا بس ايه، بحاول كده السوائل تختفي. لو فضلتي تقلبي فيها هتشرب سوائل منك كتير. فأول بس ما السوائل تختفي كده توقفي ضرب. اهو كده القوام المظبوط جدا. هجيب بقى الصينية بتاعتي اديها مسحة من السمنة كده، وهنزل كده بالخليط بتاعي في الصينية. والفرن انا مشغلاه من قبلها، الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. مش بشغل شواية، انا بسيبها تاخد اللون من تحت ومن فوق. طب انتي لو احمرت من تحت ولسه ما احمرتش من فوق ممكن تشغلي الشواية. هوزع بقى الخليط بتاعي كده في الصينية. اهم حاجة توزعي الخليط بالتساوي عشان ما تبقاش قطع مرتفعة وقطع مش مرتفعة. بجد انجح طريقة بسبوسة ممكن تحضروها، وسهلة جدا ومبتاخدش اي وقت خالص. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك الحلو منكم والكومنت الحلو عشان ارحب بيكم، والاشتراك طبعا في القناة لو انت جديدة معايا. حابة بقى تضيفي مكسرات على الوش براحتك خالص. انا هنا كان عندي لوز كده فابتديت اوزعه على الوش كده زي ما انتم شايفين. حابة تعمليها سادة مفيش اي مشكلة. هوزع كده اللوز بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بيدي معايا شكل حلو جدا. حابة تضيفي سوداني براحتك خالص، حابة تضيفي بندق براحتك. اهو كده زي ما انتم شايفين، شايفين شكلها تحفة ازاي. دخلتها بقى الفرن وهي بعد ما خرجت معايا من الفرن، السيرب معايا سخن وهي سخنة. وغطيها كده وسيبيها تهدى وبعد كده قطعيها. التقطيع بقى اللي انت تفضليها. بصوا ده ان البسبوسة ناجحة معاكي ان بتشرب من السيرب زي ما انتم شايفين كده.
بجد كمان الكاميرا ظلماها، هي لونها احلى من كده بكتير، بس مش عارفة الإضاءة فيها ايه. بصوا بتشرب السيرب ازاي، كده ناجحة معاكي جدا. بصوا طرية جدا ومرملة، وزي ما قلت لك حابة تاخدي سمك أكبر صغري صينية. بصوا البسبوسة مرملة جدا، والسكر بتاعها مظبوط جدا. بجد أنجح طريقة بسبوسة ممكن تحضروها. أتمنى بقى يا حلوين تجربوها بنفس الطريقة. لو عجبتكم طريقتي ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والكومنت عشان أرحب بيكم، والاشتراك طبعا في القناة. نتقابل بقى يا حلوين في وصفة جديدة في حفظ الرحمن.